هنا في شرق مدينة بن ملال بين جبال الأطلس المتوسط وسهل تادلة تقع عين أسردون التي يتوافد عليها السياح لكونها تجمع بين سحر الطبيعة وعراقة التاريخ. دخل هذا الموقع ضمن قائمة التراث الوطني عام 47 900 وألف بشلالاته التي يتجاوز ارتفاعها المترين وحدائقها التاريخية ذات التصميم الأندلسي المحاطة ببساتين تضم مختلف أنواع الأشجار. جبت انا الابناء ديالي باش يشوفوا هذا الجزء من التاريخ ديال بلادهم، باش يتعرفوا على التاريخ ديال بلادهم ويفتخروا بالتاريخ ديال بلادهم، لان في التاريخ ديال بلادنا ما يفتخر به. يرى بعض الباحثين في تاريخ المنطقة أن عين أسردون كلمة مركبة من كلمتين، واحدة عربية وأخرى أمازيغية، وكلمة أسردون تعني البغلة باللغة الأمازيغية في إشارة إلى معركة دارت على سهوة البغال بين قبائل عربية وقبائل أمازيغية. غير بعيد عن العين توجد واحدة من أقدم القلاع في المدينة، قصر عين أسردون. تقول الرواية المتداولة إنها بنيت على يد قبائل بني ملال في فترة تاريخية قديمة وعلى مكان مرتفع لحراسة وتأمين المجرى المائي وتأمين المارة والزوار الراغبين في دخول بني ملال. وكان الصراع على الماء بين سكان قبائل بني ملال العربية بالسهل وبعض مكونات قبيلة أيت شخمان الأمازيغية سببا في إنشاء هذا الصرح المعماري العريق ذي الحمولة التاريخية والثقافية المتميزة. بنوها الناس القدام بني ملال لأن كانت نزاعات بينهم وبين قبائل أيت شخمان، تاقلفت إيسكسي وكذا، كانوا تكونوا هجمات وداروها كبرج مراقبه من اجل حمايه بني ملال. هذه البلاصه هذه مبنيه بالتابوت، وكانوا داروا الحيوط ديال برا بالتابوت، وكانوا داروا فيها 4 الابراج، وكل برج يعطي الرؤيه للمنطقه. وخضعت قصبة عين أسردون لعملية ترميم كان آخرها العام 2008، وتراهن الجهات المختصة على الحفاظ عليها والتعريف بها. موروث ثقافي وتراثي تتميز به مدينة بن ملال ينعكس إيجابا على واقع السياحة بالمنطقة التي تشهد إقبالا متزايدا من طرف السياح، لكن الحفاظ على إمكانيات المنطقة السياحية لا مفر من أن يصاحبه تنمية للمواقع الأثرية والحفاظ عليها. عبد الصمد جطيوس، كاي نيوز عربية من مدينة بن ملال وسط المغرب.